بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. أيها الإخوة الأفاضل، اليوم نتكلم عن المخدرات، محاولة الرسول لحل هذه المشكلة عمليا، وكذلك من تعليمات القرآن العظيم الشأن، كما يوصينا الله عز وجل كيف نحارب المخدرات، الخمر والحشيش وما إلى ذلك، كيف يكون محاربة الإسلام لذلك. سنتكلم عن هذا إن شاء الله. برای عزیز ایروژی به بحث چفتم پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام و انبیش مجادله پیغمبر لهمبر مخدرات بکردی ماده هشبر یا جی عراق جمعه پیسر خوش بده اوی پیشه مربات بده یا جی انبیش وان توز وان در مای کن رد کنه چه رخارم به چه کشاندم به شرع الإسلام ومنهج الإسلام الهمبر في خرابيها، يعني أبي شو واضح بينه براسي أبياج ينفر مصيبتها كم نظنة الدنيا يغيروا ودنوا من الذي ماذا جلت مشهور بيه أب سبب مشهور هنا هانيجي جلت دست سياسة الجهان مخابل عاداتك كيسة دولتها هي تشتكن كما بخار النيار الخو مغلوب بكن بشكل كناتا قيمته بشكل كي وان سرفاشت كن بشكل كي وان بهشت كن او ريا هانيجي عراق انا عراق جي بيت شكل نورمال كسكي سر فلان يشنه حدن توزن جرمانه وبيت تجارتها كم نازم، يعني توزن زمان اسرار واروين وناركوتيكا وما تشتبه كمان از مصيبتها هاني هم تماشات كان پیغمبر عليه الصلاه والسلام بچه شكل الهمبر بتشيعاني ذلك. أولا وقبل كل شيء علينا أن نعلم بأن من أهداف الإسلام الحفاظ على سلامة الإنسان دينا بدنا أخلاقا روحا نفسيا. الإسلام هكذا يحاول، فلنعلم هذا. وبناء على ذلك الإسلام يحلل كل ما فيه فائدة للإنسان عقليا بدنيا نفسيا غذاء أكلا وشربا، كل ما هو مفيد فهو حلال لك، وكل ما فيه ضرر للإسلام أو للإنسان للبشر للفرد صغيرا كبيرا ذكرا أو أنثى فالإسلام يحرم هذا. إذا نعلم أولا من مبادئ الإسلام الحفاظ على سلامة الإنسان، وكذلك من مبادئ الإسلام حرمة كل شيء يضر بالإنسان. هذا من هذه الأمور أو الأمرين من مبادئ الإسلام المتفق عليها. كل ما فيه الخير فهو إما مأمور أو واجب أو مباح، وكل ما فيه ضرر فإنه ممنوع مرفوض مكروه حرام. الإسلام يقول ابتعدوا من هذا. كل ما فيه ضرر فلنعلم هذا أولا. وهناك آيات سنقرأ كيف الله عز وجل يبين بأنه حرم كل ما فيه ضرر وما فيه الخبث على الإنسان. أولا تشتكي أمر ظاهر هدف وغاية إسلامي فارستنا إنسانه. إسلام فضيل شرشانية به از إنسان كته هم خليفة كنا فضيل في دنيا دم شكرية، وفضيل عز وجل به من قدر وقيمة داية إنسان. ولقد كرمنا بني آدم، أولاد آدم فضيل به بر قيمة نوع مقام يوم بنته أب قيمة هاني جلوة فارستن. مثلا زيري وهبل ومزيري خدر بعدين خدر براسي بس نعم نوصل تلفونك هو مهاو بتصير ده حذر من حذر وتلفونك خدر بعدين نعم وده حتى جرى عقابة كي تصير نوصل كم بريكا فوق تشتري تاي قيمة لكنا تجيب قيمة ثانية. إنسان جبلا فوق قيمته خلي إنسان بارزة محافظة كه جبوني دي محافظة بونه هاني هر تشتري كل فايدة ويش إنسان رهبة خارم بخارم جلبن شبن إسلام بجا وانا بكن تكون تري باراستن خبردانه عبادته خواردنه ذکر تشتري أمي ببرن باراستن دين خو ببارزن شرف خو ناموس خو ذریت خو بدن خو هوانا تبكي لهمبر بيا هر تشتري كل ضرر ويش بدن إنسان رهبة عقل إنسان رهبة ذريته إنسان رهبة دين إنسان رهبة هذا يقول بيا حرام أسقبنا لابد أبي إنسان جرى باراستن جرى خديدار كبير چنابه فريج والله إنسان بقيمة اللي أما كيف تزانه نوصل يعني تشتري بقيمة لجيب قيمتهم بتشيرن كسكي زر خود كولان نايله نوصل جعده نايله بتشيرن فمال يجي خير كليتيو والله كسكي نكرر دينه أبي
انسان جي قرا ولا فاراسته او فاراستنا هانش خدا عز وجل بريد تشتي باش تشتي باك تشتي رن مشترى حلال كريه من تشتي خراب جي عفوا تشتي حلال اشترى حلالا تشتي بيس وخراب وزواج مشترى حرام كريه زمان الزرار نبيني. سنقرأ آيتين فيها توجيهات إلهية عز وجل كيف أنه حرم على الإنسان كل ما فيه ضرر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. شوف حرم الأمور الذي فيها الفاحشة الذي يضر بالإنسان قد يكون مثل الزنا وما غير ذلك. وكذلك هناك آية أخرى الله عز وجل يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الله عز وجل أرسل رسله حتى يقول للناس بأن الله أحل لكم كل ما هو طيب، الطيب الذي يشتهي نفسه، والخبيث الذي يشمئز منه نفس الإنسان ويكرهه. حرم الله عليكم هذه الأمور. إذا القاعدة هكذا، الله عز وجل حرم كل ما فيه ضرر وأباح كل ما فيه الخير والبركة. وهذا الآيتين الكريمتين فيها توجيهات ربانية للإنسان. تشتي أنا بفهم بكن قضاء عز وجل الآيات في روزة قامرة حديث تشتي خذها بدي تشتي قضاء عز وجل المرض أنا هكو آيات أنا يتك مكان دليل تشتي خرام جورا كيس كريه وبتشتي كجبرة باشري بجورا حلال كريه ما نجي آيات في روزة يعني الدليل بيغمبري خاتنا جورا بين أبي حلال باشا بكن فايدة جورا تشتي كو خاتنا وتنا خراب بنجي خاتج مرة وتيبنا خراب. ففي شكل معهم قضاء عز وجل ما بيقضي نيشتيه. المرة نصيحة كريه، المرة وتي أبي خيره وأبي خرابه، أبي بكن أبي تشتهي عميش نكره. طيب لننظر إلى الإسلام، كيف حارب الإسلام هذه الأمور الخبيثة؟ أولا الإسلام حينما يتكلم عن شيء يبين يقول هذا خبيث، لا يتركه لعقلنا، بل الله عز وجل يبين هذا خبيث، هذا فيه ضرر، هذا إذا عملتم هذا ستتضررون أخلاقيا بدنيا أسريا عائليا. هكذا الإسلام يذكر لنا هذه الأمور. وكل ما هو خبيث الإسلام يحارب، وأسلوب المحاربة من مرض إلى مرض، من مصيبة إلى مصيبة يختلف. يعني لذلك الإسلام دين يفهم الواقع ويحارب المشاكل بما هو مناسب. وحارب الخمر من هذه الأمور التي فيها ضرر كثير على الأسر وعلى الأشخاص. لننظر كيف حارب الله المخدرات والأمور مثل هذا. إسلام لهمبر ما تشتا شر بكر، إسلام لهمبر خرابية تشتي بتدا زرار هنا، إسلام لهمبر يشار بكر. تشتي عول في إسلام بكر وأنبيش البيغمبر مرة قوتيا خارج مرة قوتيا وقرب يا بين عقله. تشتي كو خارج مرة من جاء بيا خرابة جمرة سبب يجي قوتيا سبب هنا تدا. نكما نكي ها لما كو خارج يقول نكي وخبر ندانا نقول عجبا شنو خارج قوتيا وهنا فايدة وجهة زرارة وجهة كارة وجهة فقط خدا عز وجل تشترك بجاه خرابا جمارة بجاه سبب بالأبد. مثلا قد يقول واشت براس حرامه يا ربي كما حرامه نفس المرأة وده بكرة كما نفس إنسانك يعني مثلا علاقة بنكون مقولرية قضايا نكرة حجي آلان هذا قضاء مشكلتي هي ديوالي ميكروفون خیلی نخواهد تحجیل تماشا کرد مسئلات کده ها باید مجبورات بینی دفعه بدن گه محل گنیت رو بیه نه؟ بدن ناشان برای را ميكروفون حقیقی پروبلم داره والحاصل كلام نبون بروبلم اسلام بنا خود بجا بیتش خرابه اوی کارم خیر اخواداری کن جادن کتی نای برا صحبت ما کم نچن ملته اسلام في تشتي مرض بيا خرابه ابي تشتي هانه نباشه ابي تشتي هانه نكن يعني مثلا خدي بقولتا عراقي بناخون يا ربي هم شما بناخون زراره وشي اجمرا انسان هر نفسه ويدا الشيطان كي بقولتا شما حرام كريه لدم اقرب عالم البيجه حرام ازراره ويجي ابش ترى ابي خرابه لو ما ابا مثلا بقولتا في تشتي بناخون اي شما بناخون والله ما كيف هم خاصيه يا ربي كيف خاصيه دائم انسان ام اواش تشتفر حست له ام پر مناقشه خدای ام كن حكمه ندهات فهم كن اما انا تماشا كن كرب عالم عز وجل
بچه شكلي جمرة عراقي حرام كريه. مثلا الخمر أولا كان مباح في قبل عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدما أتى الرسول كذلك كان الناس يشربونه لعدة سنوات. عهد المكي الناس يشربوا، وفي المدينة عدة سنوات الناس كانوا يشربون، ولكن حينما حارب الإسلام الخمر حاربه تدريجيا شيئا فشيئا. كما قلنا الإسلام حينما يحارب شيئا يمنع شيئا يأتي بشيء يأتي به تدرجا تدريجيا حتى الإنسان يقبل. لو قطعوا دفعة واحدة لحصل مشاكل كثيرة، ولكن الإسلام دين التدرج شيئا فشيئا يعلم الإنسان على الواجب وعلى الحرام. فأولا حينما ذكر الخمر الله عز وجل ذكر النعم، ولكن لم يذكر الخمر من هذه النعم. عدم ذكر الخمر من الرزق الحسن، ذكر الرزق ولكن لم يذكر بأن الخمر شيء حسن، ولكن سكت عنه. هذا كان في إشارة، بعض الناس انتبهوا قالوا إذن فيها شيء، لذلك الله عز وجل لم يذكرها من النعم الجليلة العظيمة، سكت. هذا نعمة ولكن هذا ليس بنعمة، سكت. فإذا هناك درس، هناك شيء علينا أن ننتبه له. تشتكي كو عراق إسلامي حرام كر درس عول إسلامي تشكر في عراق هاني إسلامي جمرة جو أب عراق هاني تشتكي خرابة ليه دسبي كذا نجو حرام. أولا جو رزق هي مدايوة ولكن بحث عراقي نكر عراقك ملتي بدخار خدي نجو تشتكي باشا سكني ده خبر ندى يعني. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا سرخوشي ورزقا حسنا. جو هم بسرخوشت بن ورزق جديد هي دمك بحثا وسرخوشي أو كد نجو تشتكي باشا. هناك إنسان تعبيق فكرن جوها لماكي تشتكي بر باشننا يعني خدا كي بر زاناية. إسلام دمك تشتكي دبجة نكن جمع إنسان را هيدي دبجة دجارك كده نابجة لو رأى بشرن دمك أخلاق ما أنفير تشتكي ببن زحمة عم دبجة باردن فقط إسلام بيدر بي هيدي عيني بك زاروك يكي زكي دايكا أختي شيري دايكا أخوات خو شش ما پاشت تبسکیویت ات کی نواشیر دیه که شش ما پاشت بشکی شوربه کی نیست که دی هدی تگوش بدی کش تگوش که مریش کا سنگیوان هور بکی تبکی دوی هدی حتی کد کاره بخو تروج عودا شیر تگوش بدی که قرقای داد میند مره يعني اجا انسان جی وهاي هدي حتى مر فرد بقى. الامر الثاني لفت الاسلام رؤية الناس الى ضرر أو المضرات الموجودة في الخمر. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إشارة إلى الآن الخمر حلال، ولكن الله عز وجل هذه المرة شدد أكثر. أول لم يذكر ضمن النعمة الجميلة الحسنة ورزق الحسن، ولكن هنا ذكر الله بأن فيها ضرر وفيها منفعة، ولكن ضررها أكبر مشى عليه شوية يعني ضغط عليه، وأصبح بعض الناس يلتفتون ويقول إذن ضررها أكبر من نفعها، ربما أنا أعمل شيء فيكون فيها ضرر وأنا غير منتبه. إذن تدرجا شيئا فشيئا بدأ الناس يبتعدون عن الخمر. نقطة دويا خده چكر قد عراق ده باشيجي هيا ضرار جيته ده هيا ليه ضرار ويش كاروي زيده تره ده بسر دا چو يعني ها جار اول گو انا بجم تشتكي باشه نگو تشتكي خرابشي لنگو تشتكي باشه جار ده خده بشكي ده جدان گو عراق ده فايده جي هنه خراب جي هنه خرابيا وانش كارا وند ها زيتره ها پیش ده هرم بچكي عقل انسان بخبته يعني تشتكي امج انسان را بيجن نكن اويا هدي بالتلفزيون برقلام بإنترنت تجملت را رقلام بكي بلا بكي تيد بين دعاية يعني خبر رقلام كي بكي تبيج أفيا خرابة براملات حاضر به هدي زرارة وأفا أفانا يشتف رقلام إلهي يعني خدا عز وجل إنسان حاضر كذبه بني خرابة ها أفانا جي قرآن آيات الخطبة لا تخواندن دلمي لا تخواندن جارك دوسة كيف قوي ملت ها تماكي تشتكي نباشه تشتكي خرابه خدا عز وجل دفرداشي هناك دي ها دايره يطنقرا وقرقا عراق دغرا هدي قرا بفاطسينم يعني براملات دفجه برده هناك جار عول هشت هناك خدا كو ضرر يدها زيده قولام خدور بدن هيك دي جارك دي دور كاتن ليه هناك تسا دوام كر خدا يجام تماشكن
جار السياد شكر. الأمر الثاني ماذا فعل الإسلام؟ حدد وقت الشرب بعدما شد عليه قال الضرر أكبر ولكن كان مباح كذلك. في المرحلة الثالثة قال حينما تكونوا سكرانين لا تقتربوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ضيق عليهم الوقت. طبعا بين المغرب والعشاء الناس ما يستطيعون يشربون، يعني إذا أمنوا بأنهم سيعودوا إلى رشدهم شربوا، فبقى عندهم بعد صلاة العشاء ربما حتى يصحوا لصلاة الفجر، ضيق الله عليهم الوقت. كذلك هذا تدرج، وأصبح يعلمون ويتعودون على تركها. نعم الآن سأترك لأنه في وقت الصلاة، بعد ذلك سأشرب. أصبح الناس يتحكمون في أنفسهم شيئا فشيئا. هذا المرحلة الثالثة الذي علمهم الله عز وجل على أن يحددوا وقت الإباحة ووقت الحرمة، هذا يجوز وهذا لا يجوز. اوه سه خواده چه کرد گلو جماعته هنکی دنیش پیش دا چون زارو که ما هاتیه بوید 2 سالی مثال ایجا گوشت بخو، یعنی حتی انا شیر بو بسکویت بون پشت بسکویت نیسکه و خوارم پشت یا دست بیتکن گوشت کارم گوشت سنگ نه گوشت دنه اهدی خواده گو دما کون سرخوش نیزی کلمه نبن، یعنی ایجا وقته اینکی کم کر وقته شوال سره لمج چه نبون لمج بکن نه وک آنا اولا سرخوش ملمج ناکم نه گره از لمج بکم جبانه که لمج کم گره عقلم سرم به جبانی گره از بنخم، اما آنا بلا چت کرد به خدای گوته و سرخواست لمج نکن تام از بخم اشکل لمج ناکم، یعنی اول جمع قیمت لمج نمایه، اما خدای گو نه گو گره لمج بکی لمج فرضه عراقی سربستش ترى، اما جبانه وی فرضه تبکی گره عقلی تر سر تبه، يعني براستي اوجي لو راهنكي انسان جا عقله والله بهف كتبو لما يشتكرن سرخوش بون يكي آياتا بيشو باش تكرن تشتري ساكنو نخوش شيبون كان مسألة وساكنو اللي صحابي هاد قو يا ربي حرام بكي والله شي نبو يعني واي عقله من لا بهفت كذا ام لما يجي تكن شاشو ماش تخوين بيشو باش تشن داويه دفر داجي كو زمان انكي هات تنكرن هيكي انسان ادكاربو كنترول خوب كد تمام ابيا نباشه از بناكم انا باشه از كارم و خوم خو كنترول كرن. فبعدما تحكم الناس في أنفسهم بأنه خلاص علي أن أبتعد لأن وقت الصلاة قريب أصبحوا يتحكمون في أنفسهم، فأتى القرار الأخير من الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. خلاص فردي ما ينقام ضروري يقول ما ينقام دفعة واحدة ابتعدوا، فقالوا قد انتهينا يا رب. لأن قبل هذه الآية كان كثير من الصحابة ومنهم سيدنا عمر يقول يا ربنا بين لنا قولا فاصلا نشرب ولا ما نشرب، مش حسن الضرر أكثر لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني، ولكن خلاص يعني خلصنا. فأتى فهل أنتم منتهون؟ هل تنتهوا؟ قالوا انتهينا يا رب، فتركوا الخمر. إذا تدرج بهذا الشكل. الله عز وجل علم هذا المجتمع على أن يبتعدوا عن شيء كان مباحا، وربما مئات السنين كانوا يشربون الخمر، وربما بعضهم قد شرب الخمر العشرات السنين، ولكن شيئا فشيئا تركوا. وهناك كتب يقول حينما سمع بعض الصحابة بحرمة الخمر كانوا قد شربوا النصف كأس من الخمر وباقي النصف الباقي في الكاس فصبوها على الأرض، خلاص لم يكملوها، لم يقول خلاص نكمل هذا وبعدين نترك، قال خلاص لم يشربوا بعد ذلك ولا قطرة واحدة فرموها في الشوارع. الإيمان هكذا تعلمهم شيئا فشيئا. اما چاراك اجا آيات هات وكا كيري و جيكرها پنير داني چنه پنير خصوصا پنير بهاري كچت كن نرمه اوت كيرك يواد دي كي تقش هفت قطه هات گرا واش هبقه يعني. حتى كو في آيات چارا جنات بو هنك صحابيات گو يا ربي حيرا والله مرزان تتخازي بيجي حلاله يا تخازي بيجي حرام جاج مرة بيجي فهم بكن يعني تدبيجي زرارة زيدية تدبيجي سرخوش نيزي كلمة جنبني ام چبكن يا ربي كاج مرة بيجي داوي خدای عز وجل و حرام خدور بخينن. آيات اكاد گو اي كسك و ايمان آمني آراق و قمار و توتولوت و جرات بيجن يا نصيب وكوانا رجس معنى بيس جكار شيطان خدور بخينن بفي شكل هاني خدور خستن وخدای جوان رج سبب خرابش قوتن قو إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر وفي الميسر، يعني العراق والميسر عفوا ما في وفاء. خدای في شكل هاني قو الشيطان تخوازه فتنه چه كنا براودا سرخوش تبي قوت نكي خرابش بيارات بجل جناق ظلميت كخرابي قادريت ك
عقلي بنال سريوية خدي يقول الشيطان فتنيشت كسبب يجي مرة قو يعني يا ربي كما حرامه يقول أبا يعني عقل شا بدنات شا مصيبات شا تبع حزور شا إنسان بيس دبي أبو بكر الصديق خديجة رازي فقوتيم قد بناخوري عراقي كما تبناخوري يا قوتو أز بتشوك بوم از هي بچوک بوم یعنی نات و عمرك واخم ما دي وا ياكل ما كسر خوش بيه دوري حضورا مزگفته خدا پیسیا خو کریه شي سر دست خود کناوای بیند کرد چقا پیسه دست خود کد یا وکنات که پیس بیان هشي نسريه سر خوش بيه دست خود کناوا توالت خو بیند که افت به پیسه والله اكل دست خود دورته دبيج اورو دا مغوب خديا ما افتشبج تشتكي بر خرابه از قد خو نزيكي ونادم يعني تماشاكن او قصه بيسا يعني دزيت كبنا ما بيساوي هاي وجهتنا خدي مربا ببارزه بي شكل هاني اسلام في خرابيه هاني را نيارتي كرو اوج ميدان راكر طبعا بهذه الامور الاسلام حرم هذا وهناك احاديث كثيره الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر ويبين يقول الخمر ام الخبائث ابتعدوا عن هذا ففيها ضرر كبير وناتي الى امر اخر وهو المخدرات الإسلام حينما حرم الخمر حرم فلوسها ما يأتي منها الذي يبيع يشتري يحاول هكذا كل هؤلاء ملعونون وما أتى من الحرام فهو كذلك حرام الإسلام لم يحرم فقط شربه حرم فلوسه وماله حرم الاتجار به وحذر قال أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به يعني اعلم أيها الناس الذين يشربون الخمر أو يتاجرون بالخمر فلوس الخمر حرام فلوس المخدرات حرام فلوس الحشيش حرام حبوب المذهبة للعقل كل هؤلاء حرام فكل ما حرم الله شربه أو تدخينه حرم ما يأتي منه فما أتى منه حرام إذا أكله حرام تصدق به على الفقراء لا يعتبر لك صدقة تأتي بها لأولادك حرام عليك ينبت لحمك بهذا فهذا حرام شدد الله عليه الخناق في جميع الأموال حرم الاتجار البيع والشراء والتقديم وهكذا وحرم فلوسه وأمواله وقال أيها الناس انتبهوا الذي يأتي بهذا المال إلى أولاده فليعلم بأن هذا حرام لا يجوز له أن يعمل هذا والإسلام حرام لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت هكذا سحت كل ما هو حرام شدد الرسول كذلك الأمر على هذا الأمر وحتى نبتعد وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به فنرجو الله أن يحفظنا نقطة داوي قالوا بسلمان تشتاق بيخنبر يجي إسلامي حرام كير شعبي خجان فكن ما دام عراق حرامه ام بيجن ناركوتيك حرامه تفاخي فروتان اوجي حرامه داينو ساندناوي اوجي حرامه بريوي حرامه يعني اسلام دينك احمق لنا حاشا دينك چار عالی تمام که گفت خارن حرامه تجارت اوجي حرامه بريوي حرامه بري كجيته تبخي دبه گوشت تدي زاروك خو او بخوش اشترى حرامه زاروك تب گوشت هم حرامي زيده دبه تبويت تشيت خارنه گوشت و تشتا دستيني او بخوش اشترى حرامه و حديث پیغمبر دبه هر گوشت کش حرام پیدا دبه جیوی جهنمه آگهدار بیابن هر گوشت کش حرام چه بو ایهارا جهنمه يعني نه گوشت امریشکا گوشت جان انسان ام تخونیت که و جان ما میده ما دبه خوین دبه گوشت اوانا تب حرامن اسلام في شكل جمارة قلت آگهدار بن شعب خوفكن جبان خرابيه دور بكبن يعني وانا كنت تشتاد فروش ما تشتي حرام برا نبجن ادفروش مزبن اخم نات دفروشيت بريت ان دي جنا خو زاروكي خو كچا خو بيچي جلكي دستين تشترى حرام سري حتى بنشترى حرام آگهدار بيابن خدمه توا جوان تشتاب باريز ان شاء الله. امر اخر ايها الاخوه هناك من المسلمين مع الأسف الشديد الذي نراهم يتاجرون بالمخدرات الحش وما إلى ذلك وأحيانا يأتون إلى الصلاة نرجو أن يداوموا على الصلاة حتى الصلاة يبعدهم عن هذا المحرم لا نقول إذا بعتم لا تأتي إلى المسجد فليأتوا إلى المسجد لعل الله عز وجل يقوي إيمانهم فيبتعدوا عن هذه المحرمات ولكن عليهم أن ينتبهوا لشيء كلمة إسلامية في الأثر كما تدين تدان الذي يعطي المخدرات لأولاد الناس يأتي يوم أولاده يبتلون بهذا الأمر من يقبل هذا لولده فليعمل والذي لا يحب أن يبتلى به ابنه وبنته وحفيده فليتق الله وليبتعد عن هذا الشيء كما تدين تدان كما تسمم أولاد الناس يأتي يوم أولاد الناس سيسممون أولادك وأحفادك وأبنائك فتكون قد عاملت أو عوملت بنفس المعاملة الذي عاملت به غيرك فنرجو الله أن يحفظنا نقطة داوي تشتكي بوا بيجم قالوا جماعته
أبيك وان تشتي خراب وزرار بلادكن توز ودومان وان تشتي هاني وان حشمش وحبي هاني قانونك خده هيد في دنيا هاني دبيت تشوا بكي أو تسرته تشوا معاملة بكي في معاملة تسرته تشتي خي عردته بيشاته أبي كود فروشن زاروكي ملته جعريد دنوان كاتشي وان زاروكي وان نبي وان وبلاو مصيبات سري وان أبي كو دل ديو بابي ملته تشوتينه برا أجهدار خباي دل ويجي ورا شوتاندن إيه خده مصيبات كي بنا سري ويجي أبي قانون كي قتش بير بانكن كلمة كي التوراة وإنجيل ده حتى إيروهاتية كما تدين وتدان تجوا بدي بستني ها ورا سرته يعني أزي بفروشن بدم كاتش ملته بدم لاي ملته إيه واش مرض من نوها إيه خده بيجي عفرم اشترى والله خده نابي عفرم بلكي أزن بناخم ولكن إلاي من باخو إيه نبي من باخو إيه كاتش من باخو أذا برشاوي خو بدين مكتنا حالي داوي يا ربي أفشبوا ملاو مصيبات بهات سليمان إيه من دام ملته من أولاد ملته جعري دهوان ديو بابي خلقيج من بالدليوان إيشان ديو بابي ملته يستر أولاد خد قريان فقط خمام بو متقول زرارتنا عين تشخدتنا سري مرفاش أبيج قتش بيرفانكن بفي شكل تماشي مسألة بكن أزرار بدم ملته بدم زاروكي وان إيه ورا سري من أزمارة ملته إخراكم إيه مالا مش ورا إخراكم أجعري بدموان إيه جعر ورا مالا مش خدمة تبا جبان خرابية وبأخلاقية بباريزة زوريتها مجدور بخينا إن شاء الله أمج خرابية جدور بك نرجو الله أن يحفظنا وأن يحفظنا ذريتنا إن شاء الله إلى أن نلتقي ابقوا في حفظ